السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم واحد البتيبان اللي غيهنيك من المخابز. واحد العجين اللي كتعطيك ثلاثه الاشكال ديال اللي بتيبان. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غندير بهاد البتيبان هاد الكرواسون، غادي ندير هنايا 5 الكيسان ديال الدقيق ونصف ما يعادل 600 غرام، وهنايا غادي ندير نص كاس ديال السكر، ماشي نص كاس، وغادي ندير هنايا كاس د الماء، وغندير كاس ديال الحليب، وغندير هنايا معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وهنايا معلقه صغيره عامره ديال الملحه. ايوا غادي نخلط، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت تقريبا قد السكر. خليكم معايا البنات نخوي المقادير ونرجع. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نفرغ هاد المعلقه كبيره ديال الملح ديال الخميره عفوا، وغادي نفرغ هاد المعلقه كبيره ديال الملح، كبيره صغيره عفوا معلقه صغيره ديال الملح تكون عامره مزيان. وهنايا غادي نخوي هاد الكاس ديال السكر، نص كاس ديال السكر، دابا كما كتشوفوا معايا البنات انا درت هنا الخميره والسكر، وغادي نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت كما قلت لكم. غنضيف العناصر كامله، انا غنعجن على بيدي واللي عنده العجانه يعجن بالعجان. وغادي نضيف هذاك الكاس ديال الماء، وغنضيف كاس ديال الحليب، نعجنها ونرجع معكم. كتعجنوها البنات على هذا الشكل حتى كتولي الوجه ديالها املس. ايوا صافي، الا كانت عندكم العجانه راه غتعجنوها على هذا الشكل هذا، ولا تعجنوها غير بيديكم بحالي انا عجنتها غير بيدي ترجع وجهها املس. غنخليها ترتاح ونغطيها بسميتو داك البانيو اللي جمعتها فيه، نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونطلقها. كما كتشوفوا عندي هنايا هاد الزبده اللي خاصه بالتوريق 250 غرام، غادي نطلقها في واحد البلاستيك غذائي ونرجع معكم. غنطلقها ونرجع معكم البنات. ما قلت لكمش هاد الزبده ديال التوريق ستكون بدرجه حراره الغرفه. ايوا هذا ما كان، غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونطلقها ونرجع معكم. كما شفتوا البنات انا درتها هنايا في سميتو في بلاستيك غذائي. غادي نطلقها بهذا المدلك هذا على قد البلاستيكه ونرجع معكم على شكل طولي، على شكل مستطيل. هي كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما طلقت على شكل مستطيل باش غادي تجيني في وسط العجين ان شاء الله. طلقت على هذا الشكل هذا، غادي نديرها في الثلاجه ترتاح تشد راسها باش تخرج لينا بسهوله من البلاستيك، حيت كنقطعوا البلاستيك كنحطها وسط العجين. ولكن حيت دابا هي بحراره غرفه المطبخ شويه مرخيه بزاف، غادي نخشوها في الثلاجه او خشوها في المجمد واحد 5 دقائق ترتاح وعاد ديروها وسط العجين. كتشوفوا معايا البنات قلت لكم غنخليها ترتاح واحد 5 دقائق، غنحيد عليها هاد سميتو هاد الغطاء، وغادي نستعمل واحد القليل من الدقيق على هاد الشكل، وغادي نطلقها. خليكم معايا، غادي نطلقها على هاد الشكل هذا، نطلقها على شكل مستطيل باش يجيني وسط منها سميتو، يجيني وسط منها. خليكم معايا البنات. كما كتلاحظوا معايا غنستعمل بالقليل من الدقيق، وغادي نطلقها على هذا الشكل، على شكل مستطيل باش يجيني وسط منها سميتو. نطلق على هذا الشكل كما كتشوفوا باش يجيني وسط منها الزبده ديالي تجيني وسط منها. نطلق على هذا الشكل طولي، نعطيها شويه د العرض. على هذا الشكل هذا انا بغيت نشارك معكم المرحله كيفاش كنطلقها باش باش يجيكم ساهله. واخا ما عنديش كندير نصور، بغيت نشارك معكم كيفاش كتجي. غادي نوريكم كتجي على هذا الشكل هذا، كنعطيها شكل مستطيل باش يجيني وسط من وسطها سميتو، يجيني من وسط الزبده. كما كتشوفوا معايا البنات انا جبت الزبده ديالي حطيتها، شفتوا واش هاد تجي قدها نيشان.
بالحق راه جات قدها طويته، جات قدها. دابا غادي نحيد ليها الميكا لكم معايا، غادي نحيد ليها البلاستيك الغذائي، غادي نحيد لها البلاستيك الغذائي وغادي نسد عليها. اجانا كما كتشوفوا معايا البنات، انا حيدت ليها البلاستيكه. غادي دابا نطوي العجين. هنا كيبان لكم المساحه كبيره ولكن راه ماشي كبيره، حيت الكاميرا قريبه. غادي نغطيها بحال هذا الشكل. شوف العجينه يلاه جات في الملاقيه، نلقي عليها العجينه بحال هذا الشكل هذا. غادي نلقي عليها حتى من هنايا من الجوانب هكا، ومن هنا عاوتاني ونسد بيديا بحال هكا، وغادي نرجع نطلقها البنات كما تشوفوا معايا. نوريكم كما كتشوفوا انا سديت العجين ديالي، جات نيشان على الزبده اللي طلقتها. غادي نولي نطلقها البنات كما كتشوفوا معايا. غادي نطلق العجين ديالي البنات. من بعد ما طلقتها غادي ناخذ واحد البانسو اللي غادي نمسح بها هذاك الزائد ديال الدقيق. نديرها شويه الماء نمسح بها داك الزائد ديال الدقيق على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا. وغادي نطوي العجينه على هذا الشكل، على هذا الشكل، يكونوا متساويين بحال هكا على هذا الشكل هذا. نطلقها على هذا الشكل هذا. غادي نطويها على هذا الشكل وغادي ندير لها هكا البنات. غندير لها دوبل تور كما كتشوفوا معايا، وغادي نطلقها على هذا الشكل هذا. من بعد ما طويتها شفتوا معايا البنات كي طويتها، دابا غادي نطلقها بحال هكا. غادي نعطيها العرض والطول وميمطو. نطلقها على هذا الشكل خليكم معايا. نطلقها على هذا الشكل البنات. كما كتشوفوا البنات من بعد ما طلقتها دابا غادي نطويها غير على جوج وصافي، وغادي نولي نقطعها وصافي ونشاركها معكم. ما كنخليها لا ترتاح لا والو. ودابا البنات كما شفتوا ملي طلقتها على جوج، ملي طويتها على جوج دابا غادي نقطعها نص. غادي نخدم به البتيبان يعني كرواسون، والنص غادي نخدم به الشنيك. وخليكم معايا وتشوفوا كيفاش كتجي رائعه البنات وسهله وبسيطه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي. ها هي بعد ما قطعتها على جوج غادي وحده غادي نديرها في واحد الميكون نخليها ترتاح، والاخرى غادي نخدم بها لي كرواسون. من بعد ما نسالي لي كرواسون غادي ندير الشنيك ان شاء الله. ايوا كنتمنى يعجبكم لي بتي بان ديالي. عجينه وحده كتخدمي بها جوج ديال الاشكال الشنيك وكرواسون. انا خديت واحد القطعه راني طلقتها البنات وقسمتها على جوج، والقطعه الثانيه راني دايرها في الثلاجه. بالنسبه لهاد القطعه راني قطعتها على جوج، الطرف ديالها باقي حاطاه حدايا كما كتشوفوا في الكاميرا، الطرف الثاني انا طلقته كنحيد له الجوانب الزائده. هذا غادي نصنع به بانسوس، راه غادي نعمرو بلا كريم بكريم باتيسري، وغادي ندير عليه حبيبات الشوكولا، وغادي نطويه على جوج ونخشيه في الثلاجه نخليه يرتاح في المجمد عاد نقطعه. انتما غتلاحظوا معايا انا غادي نعمرو بالكريمه ديالي ان شاء الله. انا كنقاد لي العبار عاد يمكن ليا نعمرو البنات. هادشي اللي كاين. والنص الثاني د العجين راه عندي في الثلاجه، هذا غير نص قسمته على جوج. كما غتشوفوا معايا راه هاد العجين غادي نصنع بها بان سويس وشنيك، وغادي نصنع بها لي كرواسون لي بتي بان.
خليكم معايا البنات. كنتمنى يعجبكم الفيديو، واخا راه التصوير عندي على قد الحال حيت ما جبرتش فين نحط الكاميرا باش يكون التصوير واضح. اللي كتلاحظوا معايا اني كنحط لا كريم ديالي، كريم باتيسري على العجين، كنحطو في واحد غير في النص ديالها، وغادي نحط عليه حبيبه الشوكولا. غادي نزيد عليها نتوما كتشوفوا معايا الكريم باتيسري ديالي، انا راني صايبته راسي قبل كتصايبوه من قبل، وكتديروه في واحد سميتو، وكتغطيوه ببلاستيك غذائي وكتخليوه يبرد باش ملي كتخدموا به كيكون بارد. اني درت عليها حبيبه الشوكولا. دابا غادي نطويها وغادي نديرها في المجمد ترتاح ان شاء الله كما كتلاحظوا معايا. يعني كنوريكم غير بشويه، راه الكاميرا ماشي ما عنديش على باش نحطها باش يبان لكم التصوير واضح، اسمحوا لي البنات. المهم راني طويسه هنايا وغادي ندخلها ترتاح في المجمد، وغادي نخدم هاد الطرف الثاني اللي قطعت من هاد الطرف د العجين. هذا راه غير نص العجين خدمت من نخدم به شنيك وبان سويس. غادي نحطوه في شي طبق وغادي ندخلو المجمد يرتاح ونغطيه بلاستيك غذائي. دابا غادي ندوزو للقطعه الثانيه. هذه غادي نصنع منها الشنيك. هذا راه غير نص د العجينه خرجت منه جوج بان سويس والشنيك. دابا حتى هذا غادي نعمرو بالكريم شونتيي، وغادي ندهن وغادي ندردر عليه شويه الزبيب مقطع وحبيبه الشوكولا حتى هو. كما كتلاحظوا معايا البنات، اني دهنت الكريم باتيسري ديالي على كاع العجين هذا، حيت هذا كنخدموه رولي، غادي نروليو العجين. غادي ندردر عليه الزبيب. الزبيب البنات داك اللي كيكون بالعظم كتقطعوه طريفات صغارين كتخدموه به. بغيتو تزيدوا حبيبه شوكولا كتزيدوه، ما بغيتوش كتكتفيو غير بالزبيب، وكتروليو العجين ديالكم وكتخشيوه حتى هو في المجمد. شفتوا راني درت حتى حبيبه الشوكولا، وكديروه حتى هو في المجمد، كتخليوه يرتاح واحد نص ساعه، عاد كتقطعوه هو والبان سويس. مهم هالعجين الثانيه هذيك النص الثاني اللي كانت خاشي في الثلاجه، البنات راه هو ماشي اللي غتشبع صنعت معكم منه هاد هاد العجين باش التيبان. كنصايب درت فيه فيهم راه الشوكولاته طلعت لي الطريفات، الكاميرا شكون كلها الحريفيه طريفات. كنصور. اسمحوا لي البنات المهم راني ما هالعجين صورتش ملي ديالنا كنت كيسحب لي، كما راني كنت كتشوفوا. كنصور وما تصورش ليا هاد المقطع فاش كنت نطلق العجين وفاش قطعتهم ودرت فيهم الشوكولا. هاد المهم هادي بغيت نقول لكم. وهادو هما لي شنيك ديالي من بعد ما قطعتهم وعملتهم في الطاوه. خليتهم يرتاحوا في المجمد واحد نص ساعه، عاد كنقطعهم هما والبان سويس والشنيك. ها هما كيف جاو كيجيو غزالين. دابا غادي ندهنوهم بصفر بيضه وشويه د الحليب، معاه شويه د الحليب. وانا البنات كنضيف حتى شويه د القهوه باش كتحيد هذيك الزفوريه د البيض. كندير نسكافي البنات ملي كنخلطها مع خرجتهم من البيضه الفران وهذاك سخونه شويه د الحليب غادي ندهن نديرو هادو بشويه بالعسل ولا الكونفيتير اللي كان عندكم. وهادو حتى هما هادو غادي ندردر عليهم السكر كلاصي. الحق هادو راه درت لهم الجنجلان، ما غادي ندير لهم والو، غادي نخليهم هكا سامبل. عرفتي جاو غزالين البنات رائعين
عرفتي راه باقا سخان، غير هذيك الساعه عرفتي واعرين البنات، واعرين. غير سميتو يبردوا ونقسم معكم وحده ونوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. اللاطه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران اللاطه الثانيه كيفاش كتجي محمره ومقرمله يا البنات، عرفتي راه فيها القرماشه، كتجي غزاله تبارك الله. كنتمنى تجربوها. انا درت هادو غير صغيورين، بغيت نديرهم كبار باش كيعطيو واحد الكميه كبيره وفي نفس الوقت ما كيجيوش كبار مدرجين. المهم جاو مزيونين، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. المهم انا باقا عاده غنزين هاد سميتو، غادي نزينو بالسكر كلاصي. المهم انا بغيت نوريكم كيفاش خرجت من الفران محمره كتشهي. وها هما البنات كيفاش جاو لي بتي بان ديالي، وكيفاش جاو البان سويس، وكيفاش جاو لي شنيك. شحال كيعطيو واحد الكميه هائله. انا زوقت البان سويس بالسكر كلاصي، ودهنت الشنيك بالعسل، وهادو الكرواسون درت ليهم السكر كلاصي تا هما، وشويه ديال اصلا درت ليهم الجنجلان ملي كنت غنطيبهم. كيجيو رائعين على هذا الشكل وكيخرجوا كميه هائله. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بجيم وشي كومونتير زوين بحالكم، وشكرا لكم البنات. واني غنفتح معكم واحده حتى البنات انا وتشوفوا فتحت وحده معاكم، نسيت ما فتحتهاش. شوفي كي كتجي مورقه وهشيشه وطريه كتحمق وكتقرمش البنات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.